كانت ليلة هادئة والنجوم تتلألأ فوق قرية صغيرة على ضفة النهر. كانت حليمة تمشي بخطوات خفيفة تحمل في يدها مصحفا عتيقا، وفي عينيها بريق حنين إلى الله أكثر من أي شيء آخر. في تلك اللحظة التقت عيناها بعيني رجل كان يجلس عند النهر يسبح في صمت. كان اسمه يوسف. نظرت إليه كما ينظر إلى نداء من السماء، وشعرت أن في هذا اللقاء سرا لم تفهمه بعد. قال يوسف بصوت خافت كالنسيم: السلام عليك يا أخت الروح، أراك تسيرين وكأن الذكر يمشي معك. ابتسمت حليمة وقالت: ومن يحمل ذكر الله لا يمشي وحده أبدا. ومن تلك اللحظة بدأ حديث لا بالكلام بل بالأرواح. كانت بينهما سكينة لم يعرفاها من قبل، كأن النهر نفسه يسمع تسبيحهما. كان يوسف رجلا كثير الصمت، لكن صمته كان مملوءا بالنور. وحليمة كلما نظرت إليه شعرت أن الله يذكرها بنفسه. قالت في قلبها: يا ربي، إن كان هذا اللقاء منك فاجعل قلبي لا يرى فيه إلا وجهك. ومنذ تلك الليلة تغير كل شيء. صار النهر مكان ذكر، وصارت السماء تقترب كل مساء حين يجلسان في صمت يملأه الدعاء. قال يوسف يوما: إن الحب الذي يولد من النور لا يطفئه الظلام بل يزيده صفاء. فقالت حليمة: وإن القلب إذا أحب بالله صار عبادة لا شهوة. ومن هناك بدأ طريقهما، طريق المحبة التي لا تعرف جسدا بل روحا، ولا تبحث عن متعة بل عن قرب من الله. كان كل لقاء بينهما صلاة، وكل نظرة تسبيحة، وكل صمت بينهما دعاء لا يقال. وفي نهاية الجزء الأول رفعت حليمة يديها إلى السماء وقالت: يا الله، إن جمعت بين أرواحنا في ذكرك فلا تفرق بيننا إلا في رضاك. فأجابها يوسف مبتسما: ومن يرضى الله عنه لا يفارق أبدا. كانت الشمس تميل في ساحة المسجد الصغير، وأنوارها تتسلل برقة فوق المصاحف المفتوحة. أغلقت حليمة المصحف ونظرت إلى يوسف، وفي وجهه سكينة تشبه النور المنبعث من قلب مطمئن. قال يوسف: يا حليمة، أشعر أحيانا أننا لسنا من أهل هذه الدنيا، بل خلقنا لنكون من الذاكرين الذين يحبهم الله. ابتسمت حليمة وقالت: القلب الذي امتلأ بذكر الله لا يجد مكانا لضجيج الدنيا. كان لقاؤهما اليومي بين المسجد والنهر رحلة نورانية، كل يوم يحمل عبادة جديدة، دعاء جديدا، وطمأنينة أعمق. يصمتان طويلا، لكن صمتهما كان تسبيحا. قال يوسف يوما: المحبة إذا كانت لله تصير دعاء، ونحن صرنا دعاء لبعضنا دون أن ندري. فقالت حليمة برقة: والدعاء لا ينتهي أبدا. ابتلاء الدنيا. بدأ الناس في القرية يتحدثون: رجل وامرأة يلتقيان كل يوم، هل هذا جائز؟ لكنهم كانوا يرون بعين الدنيا. أما العلاقة بين يوسف وحليمة فكانت فوق الظنون. قال والد حليمة ذات مساء: يا ابنتي، الناس يتكلمون، ولكني أعلم أن ما بينكما طهر، غير أن الناس يزنون الطهر بعين ملوثة. فأجابت حليمة: هم ينظرون إلى الأرض، أما الله فينظر إلى النية. وفي الليل سجدت وبكت وقالت: يا الله، إن كان هذا الحب ذكرا لك فاجعل منه ابتلاء يرفعني، ولا تجعله شهوة تسقطني. الحب والصبر. غاب يوسف أياما، لم يأتي إلى المسجد ولا إلى النهر. كانت حليمة تصبر وتنتظر، تقرأ القرآن وتبكي، وتقول في دعائها: يا الله، احفظ تلك الروح التي جعلتها تسكن قلبي. ثم عاد يوسف وعيناه متعبتان لكنهما تشعان بالنور. قال: ذهبت لأمتحن نفسي، هل أحبك لأجلك أم لأجل الله؟ وعندما دعوت رأيت وجه الله لا وجهك. دمعت عيناها وقالت: إذا ذكرنا واحد، الله. ومنذ تلك اللحظة عاد السكون إلى روحيهما. فالحب الذي يبدأ بالذكر لا يفسده الفراق. رابطة العبادة تحولت حياتهما إلى طريق من نور. نسي كلام الناس، وبقي الذكر شاهدا. قال الإمام في المسجد: إنهما روحان امتلأتا بحب الله، جلسا عند النهر كل يوم، تتلو هي القرآن ويسبح هو، والنسيم من حولهما كان يقول: السلام عليكما من ربكما. قال يوسف: يا حليمة، أريد أن يكون ارتباطنا أمام الله لا أمام الناس. فأجابت: والنكاح عبادة كذلك، فلنجعلها عبادة خالصة. كانت سكينة المساء تملأ فناء المسجد، وكان يوسف في سجوده الطويل
يشعر أن الله يهيئ له طريقا جديدا. جاءت حليمة بخطوات هادئة، وفي وجهها نور من يقضي ليله بين الذكر والدموع. قالت بصوت مبحوح: يوسف، سيأتي ضيف غدا، أبي يقول إنهم يحملون لي خطبة. أغلق يوسف عينيه، وفي قلبه بحر من الصمت، لكن لسانه لم يقل إلا: الحمد لله، ما شاء الله كان، وما لم يشأ لم يكن. قالت حليمة باكية: دعوت الله، إن كان هذا الزواج من الأرض فليبتعد، وإن كان من السماء فامنحنا الصبر الجميل. ليلة الذكر جلس يوسف عند النهر تلك الليلة، والقمر ينسكب ضوءه على الماء. قال وهو يبكي: يا الله، إن كان حبي لها من نفسي فامحه، وإن كان منك فاجعله عبادة لا تطفأ. فانسكبت دموعه في الماء، لكن قلبه امتلأ طمأنينة، لأن الحب الذي يولد من الله لا يميته البعد. في الصباح قال والد حليمة: يا ابنتي، جاء الخطاب، لكن قلبي لم يرتاح. فقالت: لعل الكاتب في السماء ما زال يكتب قصتي. زمن الفرقة أرسل يوسف في دعوة للتبليغ إلى مدينة بعيدة. قالت حليمة عندما ودعها: لن نفترق يا يوسف، بل سنقترب بصبرنا. نظر إليها نظرة ملؤها الدعاء، وقال في قلبه: اللهم إن كان هذا الفراق امتحانا فاجعل نتيجته رضاك. رحلة الصبر. كان يوسف في كل ليلة يحدث الناس عن الحب في الله. يقول: من أحب لله أحب بصدق لا يزول، لأن الحب لله لا يطفئه الزمان. ومضت 2 سنين، حفظت حليمة القرآن، وأصبح دعاؤها الدائم: يا الله، لا أطلب لقاءه، بل رضاك فقط. العودة والنور. عاد يوسف ذات صباح، وجهه مضيء كأنه خرج من سجدة طويلة. قال للإمام: قد أتممت دعوتي، وجئت أطلبها لله وحده. فقال الإمام مبتسما، وهي كانت تدعو الدعاء نفسه: فتم النكاح في المسجد، بلا زينة ولا مال، بل بكلمة واحدة: قبلت. وفي تلك الليلة قال يوسف: هذا ليس زواجا فقط، بل عبادة قبلت في السماء. فأجابته حليمة والدموع في عينيها: الحب الذي يولد من الذكر يعيش إلى الأبد. ثم مرت النسائم تقول: هنيئا لكما، قد جمعكما الله بنوره. كان الفجر يشرق بهدوء، وصوت الأذان يملأ سماء القرية بالنور. نظرت حليمة إلى يوسف وقالت: اليوم أشعر بسلام عجيب، كأن رحمة الله تحتوينا. ابتسم يوسف وقال: هذا السلام لا يعطى إلا لمن جعل الحب عبادة. كان بيتهما عامرا بالذكر، تعلم الأطفال القرآن، وتتلى الآيات بصوت يملأ القلوب نورا. بداية الرحلة الروحية. في ليلة من الليالي رأى يوسف في منامه نهرا من نور يجري في صدره. استيقظ وبكى في سجوده وقال: يا الله، إن كنت أنت غايتي فاجعلني فناء في نورك. وفي اللحظة نفسها رأت حليمة في منامها ضياء يحيط بها، وجسرا من نور تمشي عليه مع يوسف نحو السماء. وفي الصباح عندما تبادلا الرؤيا علما أن الله يدعوهما إلى مقام أعلى. دعوة النور. قال يوسف: يا حليمة، أريد أن أنشر الذكر في المدن، فالعلوم لا تحبس والنور لا يخفى. قالت بابتسامة دامعة: كنت رفيقتك في الطريق، وسأكون الآن دعاءك في الغياب. خذ هذا القرآن، فهو النور الذي نعيش به لا الذي نقرأه فقط. وسافر يوسف ينشر السكينة في القلوب، بينما كانت حليمة تقوم الليل تدعو له. صار بينهما اتصال لا بالكلام بل بالدعاء. الفناء والبقاء. عاد يوسف بعد سنين، وفي وجهه نور يشبه وجه العارفين بالله. قال: رأيت الدنيا ولم أر قلبا كالذي عندك فيه الله وحده. قالت حليمة: وفي قلبك رحمة الله لعباده، فإذا اجتمع النوران أضاء الكون. وفي تلك الليلة جلست بجانبه في المسجد، تسبح معه في صمت يشبه السكون الأبدي. قالت: يا يوسف، إن سبقتك إلى الله فلا تحزن، سأكون هواءك ونورك. فقال: وإن سبقتك أنا فستسمعين تسبيحي في الريح. وفي الفجر رحلت حليمة مبتسمة، وبعدها بأشهر قليلة لحق بها يوسف في سجوده. ومنذ ذلك اليوم يقول أهل القرية: إذا مرت الريح على النهر سمع فيها ذكر الله، فهو صوت يوسف وحليمة. مرت أعوام طويلة، لكن ذكر يوسف وحليمة بقي في هواء القرية. بني عند النهر مسجد صغير كتب على بابه: مسجد النور، الحب في الله. وكان الناس إذا مرت الريح ليلا يسمعون همسا يقول: لا إله إلا الله، يا نور،
جيل جديد بعد قرون. جاء فتى اسمه زيد إلى المسجد، فتح المصحف فرأى على صفحته الأخيرة مكتوبا: يوسف وحليمة، ذكر روحين اتحدتا بالله. وفي الليل رأى في منامه نورا عظيما، وفي وسطه رجل وامرأة يسبحان عند النهر، وسمع صوتا يقول: المحبة التي تبدأ بالله تنتهي إليه. استيقظ زيد باكيا وقال: يا رب، ارزقني حبا كهذا، حبا يقربني منك. ومنذ ذلك اليوم تغير قلبه، وصار يعلم الناس أن الحب عبادة، وأن الألم طريق إلى الله. تجلي الأرواح، وفي ليلة من ليالي الذكر شعر زيد بنسيم عطر يملأ المسجد. رأى نورا في الزاوية، وسمع صوتا رقيقا يقول: من أحب لله لا يموت، بل يعود نورا يضيء القلوب. ورأى يوسف وحليمة يبتسمان. قالت حليمة: يا زيد، هذا النور أمانة عندك. وقال يوسف: احفظ الذكر، فالحب الروحي لا يشيخ. وفي الصباح وجدوه ساجدا، وعلى شفتيه كلمة واحدة: الله. سلسلة النور. ومنذ ذلك اليوم صار المسجد منارة للقلوب وملجأ للذاكرين. يقول الناس: الحب الذي يولد من الله لا يختم بالموت، بل يبدأ به. وعندما تتلى سورة الرحمن في المسجد تملأ العطور المكان، ويرى المصلون ظلين من النور خلف المحراب. إنهما يوسف وحليمة ما زالا يسبحان مع الريح